السلام عليكم وتحياتي ليكم كلكم. وتحياتي لكل خطوه خطت اسماعيليه من خارج اسماعيليه، وكل واحد جه علشان يعيش معانا ويتمتع معانا بالادب والشعر. انا اقول قصائد دينيه قصيره، واول واحده منهم مهداه لصديقي العزيز محمد رجب رضوان. هتقول لي بتحب النبي؟ هتقول لي بتحب النبي؟ طب ايه عملته بسنته؟ اصل اللي بيحب النبي هو اللي عارف سكته. في حد عاش عمره صبي ولا هتفضل صحته والتوبه تشمل كل شيء والرب تشكر نعمته. اللي جاي بعد كده القصيده اللي بعد كده او الرباعيه اللي بعد كده من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: مكانان يبكيان على العبد يوم وفاته، اللي بيمشي فيه من بيته يروح المسجد، واللي بيسجد فيه في المسجد وعمال تطلع لرب العزه. فبقول مكان سجود العبد يبكي على موته، وكلمته الطيبه تتدارى في سكوته. ساعة شخوص البصر راح ينقطع قوته، ساعة دخول برزخه راح ينقطع صوته. مكان سجود العبد يبكي على موته، وكلمته الطيبة تتدارى في سكوته. 3 برضه من احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم: من حج للحج، ومن ايه، ومن عمره للعمره، رمضان لرمضان، ومن فرض للفرض، كفاره لما بينهما ما لم ترتكب الكبائر. ناخد من ده كله، من الحديث الجميل قوي قوي ده، ناخد يوم الجمعه اللي بيحصل في مظاهرات والناس بتموت فيه. بناخد يوم الجمعه ونقول ايه؟ يوم الجمعه عيد في الارض وفي السماوات، في بنسبح في الصلوات، وصلاتنا على اشرف خلقه، والمولى ينزل رحمات. سوره الكهف كتير نقراها، والاسبوع نمشي على هداها، ودعانا دايما يتحقق، والكعبه نحلم بضياها. على المنبر وخطيب الجمعه، وعينينا تسبقنا بدمعه، ونصلي للرب الاعظم ما نخافش لا رياء ولا سمعه. يوم الجمعه يوم الجمعه يوم الجمعه.